السلام عليكم، ان شاء الله تكونوا كامل ملاح. وهذا الفيديو تاع نهار اليوم يلاقيكم كامل بخير وعلى خير. رجعت لكم بهذا الفيديو باخر فيديو من حلويات عيد 2023. جيتكم في هذا الفيديو باش نشارك معاكم الوصفه تاع البقلاوه الجزائريه، الوصفه الاصليه للبقلاوه تاعنا، اللي منقدروش ندوزو العيد بلا بيها. جيتكم ايضا بالوصفه تاع المشوك معسل حتى للقلب ويجيكم مشقق وناجح 100%. حبيت نجمع لكم في هذا الفيديو الزوج تاع الحلويات اللي كنت حضرتهم اللي كانوا معسلين، جمعتهم لكم في فيديو واحد لانه الصراحه ما كاش الوقت. يعني وما كفانيش الوقت باش نحط لكم من قبل، يعني مع المونتاج التصوير راكم تعرفوا. ما لقيتكم بهذا الفيديو باش نشارك معكم هذا الوصفتين، وكاين على بالي بلي كاين اصلا اللي مازالوا ما داروش الحلوى، وكاين اللي خلوها حتى النهار تالي. شوفوا هذا الفيديو وما تراطيوهش. نبداو اول حاجه بالوصفه تاع البقلاوه. سمحوا لي نحضروا لاباط تاعنا كيف كيف. عندي 3 كيلات ونص من الفارينة اللي كنت غربلتها مع نص كيلة تاع نشا، يعني هذيك النص كيلة نكملوها بالنشا، نغربلهم كامل. من بعد ضفت لهم قرصة تاع الملح ومغرفة صغيرة تاع لافاني، كنت خلطتهم كيف كيف. وهنا في الوسط كنت ضفت كاس ناقص، سمحولي، كيلة ناقصة اسبوعين، نفس الكيلة اللي عبرت بها الفارينة نعبر بها السمن. كنت ذوبت انا سمن وزبدة، كيلة ناقصة اسبوعين من سمن وزبدة. كيما شفتوني كنت فتحت الحبه تاع البيض فيهم كيما كنتو تشوفوا، ودرت لها شويه تاع الماء. علاش ندير لها انا شويه تاع الماء؟ هذه ماما كي دير البقلاوه هي علمتني هذه الطريقه، يعني باش ما يبقاو لكمش هذوك البراكس كامل في العجينه تاعكم وتجيكم ليس. دوك تشوفوا معايا شحال تجي هذه العجينه ليس. المهم خلطهم بزاف، سمحوا لي مع بعض، وبقيت نبسس فيهم. كنت رايحه هنا يعني نعاود نغربلهم، من بعد قلت لا ما كاش كيفاه لانه هاد العمليه تستغرق وقت. ما لا عاودت رجعتهم يعني اصلا بلا ما نعاود نغربلهم. يعني جاتني لاباط تاعي لي ستوك تشوفوها معايا. بعد ما بسستهم كامل كيما راكم تشاهدوا، راح نجيب نص كيلة تاع ماء الزهر ونبدا نطم في لاباط تاعي تدريجيا. نفس الكيلة اللي نعبروا بها السمن والفارينة نبقاو نديروا فيها نص كيلة تاع ماء زهر. ضيفوا غير بالعقل، ما تضيفوش الماء زهر تاعكم يعني ضربة واحدة باش يعني ما تجرى لكمش لاباط تاعكم وتولي لكم طرية بزاف. من بعد كي تحلوها ما راحش تقدروا تتحكموا فيها كامل. والله غير كنت متمنية نشارك معاكم هذه الوصفة، يعني يعني قبل على البكريمي. والله غير الله غالب ما كفانيش الوقت، يعني والوقت راه يداهم فينا. وكيما احنا ننسى يعني لو كان نديرو على رواحنا والله غير الدقيقة التالية ليلة العيد نبقاو نخدمو. المهم بقيت نضيف حتى تحصلت على عجينة اللي تكون طرية. هنا كان مازال خاصها شويه، زدت لها شويه تاع ماء الزهر، وهنا خلاص راح نكتفي. ولاباط تاعي راهي واجده، نحيها من الجفينه تاعي ونعجنها. لازم تعجنوها. كاين اللي تجيهم بيزار تقول لك كيفاش لاباط تاع البقلاوه نعجنها. وي حبيبتي، اعجنيها وراح تجيك ما شاء الله ما راح يصير لها والو، بالعكس راح تجي بزاف هايله. اعجنوها حوالي 5 دقائق. من بعد راح نقسمها يعني اسمحوا لي. راح نقسمها يعني في الطبقة السفلية تاع البقلاوة راح نديرو 6 طبقات، ومن الفوق راح نديرو 5. فوالا، وتقدروا تديروا ثاني 5 5، هذه هي لكم الاختيار. يعني راح ندير من تحت 6 ومن الفوق راح ندير 5. يعني راح نقسموها ل11 كورية. يعني حاولوا اذا عندكم الميزان باش توزنوهم كامل كيف كيف. انا ما كنتش درت كونتيتي كبيره تاع بقلاوه، سمحوا لي باسكو راني مريضه شويه، ثاني راني مغلوقه كامل. راح ندير يعني كونتيتي شويه صغيره، يعني ماشي كبيره بزاف. درت انا سنيوه تاع 20 حبه وكامل، هذا ما كان يعني فيها بركه. هذه هي. واللي تحب دير يعني سنيوه تاع 30 على 40 وكامل، يعني دوبلي المقادير، هذا ما كان. هنا وزنت لاباط تاعي كامل شحال كانت، بعد وليت نقسم فيها ونوزن في الكريات تاوعي باش يجوني كامل كيف كيف ويجوني كامل متساويين. من بعد راح نغطيهم هما ثاني بكيس بلاستيكي، ولازم لاباط تاعنا ترتاح على الاقل ساعه. شوفوا باش لاباط تجيكم شابه لازم ترتاح لكم، خلوها ترتاح. من بعد نولوا ليها ونخدموا
نخدموها كي 2 ساعة. من جهة اخرى بالنسبة للحشو انا كنت درت جوز ولوز ونواه كاجو فوالا. كنت شوفوا دخلتهم من الفوق تحمصوا حاجه خفيفه برك، شعلت لهم غير من الفوق غير شويه برك، من بعد رحيتهم يعني رقاق شويه، ما تخلوهمش خشن باش كي تقسموهم ماشي تزربع لكم الحشو تاعكم. هنا في اناء درت 3 كيلات من المكسرات، نتوما تقدروا ديروا كاوكاو ولا اي نوع تاع مكسرات تحبوه، مع شويه تاع قرفه، مع مغرفه صغيره تاع لافاني، مع نص كيلة تاع سكر خاشن، ما تكثروش بزاف السكر. نخلط هاد المكونات كيف كيما راكم تشاهدوا. يعني المكسرات كل واحد يدير على قسم مقدوره، تقدروا ديروا غير بالكاوكاو، يعني الشيء اللي يكون متوفر عندكم. انا صار عندي شويه جوز شويه نوت كاجو شويه لوز، خلطت بيناتهم ودرت البقلاوه تاعي. المهم نخلطهم مليح مليح، من بعد راح نولي نضيف في المزهر تاعي. كنت هنا ضفت 2 مغارف من السمن ذايب، يعني باش الحشو تاعنا ما يجيناش يابس ويبقى لنا طري. درت 2 مغارف من السمن ذايب، وهنا بقيت نضيف في المزهر. شوفوا المزهر يعني ما راحش يدير لكم كامل بزاف يا ربي، واحد بالك 2 مغارف ولا هذا ما كان ماشي حاجه، ضيفوا غير بالقطره حتى تحصلوا على هذا القوام. شوفوا يعني كيما الطعام يكون هكذا شغل مشمخ مرمل، يعني كي تحكموه هو راه محكوم يعني غير تبزقوا عليه ولا راح يتفتت كامل. هذا هو الحشو تاع البقلاوه اللي نحتاجوه. من جهه اخرى لاباط تاعي باش كي ترتاح لي نجيب هكذا كوريه، ندير لها المايزينا، نفتحها بالحلال كيما راكم تشاهدوا. هنا سمحولي وعذرا يعني ما صورت لكمش كلش بشرح المفصل، لانه الله غالب يعني كنت في مكان نفتح فيه ما كنت قادره نحط التليفون باش نصور مليح. من بعد ما نفتح هكذا العجينه تاعي، نوضعها في الآلة تاع البقلاوه، نفتحها يعني على كل رقم حتى نتحصلوا عليها تكون رقيقة كامل. يعني راكم تعرفوا كيف تفتحوا البقلاوة، يعني بلا ما نقول لكم تفتحوها غير بشوي. من بعد راح نولي نمنطي في البقلاوة تاعي. جبت هنا سنيوة تاعي ندهنها كامل بالسمن كيما راكم تشاهدوا فوالا بهذه الطريقة. يعني لا فيديو راه يوضح لكم ويشرح لكم في كلش. ونجيب هنا البقلاوة تاعي نوضعها بهذه الطريقة. هاد لاباط تجي الاستيكي، تجي بزاف هايله وبزاف شابه، ما تخافوش منها كامل. نوضع هكذا الطبقه الاولى من العجينه كما راكم تشاهدوا بهذه الطريقه. من بعد ندهنها بالسمن، ما تكثروش السمن بزاف باش ما تجيكمش البقلاوه تاعكم ميدومه، يعني كما راكم تشوفوا انا شمخوها غير ابان. من بعد راح نزيد هكذا نرشها بشويه تاع مايزينا. هنا كيف زدت الطبقه الثانيه من العجينه تاعي ولا لاباط تاع البقلاوه. كيف راح نزيد نشمخها بالسمن، يعني وحاولوا انكم تسقموا كامل هذوك الاطراف. يعني شوفوا كنت ندير طبقه بالطول وطبقه بالعرض، هذه الطبقه الثالثه. الطبقه الاولى درتها بالطول، الطبقه الثانيه بالعرض، والطبقه الثالثه بالطول. هنا في الطبقه الرابعه برك اللي كنت يعني غلطت وكملتها بالطول، ولكن ما اثرش، هذا الشيء عادي. زدت دهنت الطبقة الرابعة بالسمن ورشيتها بلا مايزينا. الطبقة هنايا الخامسة كيف هاي ليكم. وهنا الطبقة السادسة كيما راكم تشاهدوا. نزيد ايضا ندير لها شوية تاع سمن ذايب او سمن وزبدة. انا كنت دايرة سمن وزبدة، ندير لها هكذا هذيك السمن والزبدة ندهن بيها. من بعد راح نجيب هنا الحشو تاعي ونوضعه كامل في الوسط. في الاول نحاولوا ان يعني نعدلوه هكذا على حيده كما يقول لك، غير هكذا يعني نفركتوه. من بعد نبداو نضغطوا شويه باش يجينا الحشو تاعنا كامل مستوي، ويجونا الحبات كامل كيف ماشي جهه طالعه وجهه هابطه. يعني هذه الخطوه بزاف مهمه باش ديروها. المهم وهنا نزيد نكمل كيف طبقات، يعني خطره بالعرض خطره بالطول. هنا وضعت الطبقه الاولى دهنتها رشيت عليها لا مايزيناس. الطبقه الثانيه كما راكم تشاهدوا كيف دهنتها. كما قلت لكم درت انا في الاسفل 6 طبقات ومن الفوق درت 5 فقط. هذه هي ندهنها نرش عليها لا مايزينا ونكمل بنفس الطريقه حتى نكمل الطبقات تاعي كامل. انا الطبقه الاخيره برك هاي ليكم. الطبقه الاخيره انا نفتحها يعني بالحلال، ما نحبش نفتح كل واحده نحب نفتحها بالحلال باش يجيني الوجه يعني مستوي ويجيني كامل كيف. بعد ما وضعت هذيك الطبقه الاخيره كما كنتوا شفتوا،
ما نقسمش يعني هذوك الاطراف، ما نحيهمش بالحلال، نخليها ترتاح ربع ساعه باش نولي ليها. هنا بعد ما ارتاحت لي ربع ساعه وليت ليها ونحيت لها هاد الاطراف بالحلال، لانه كنت نحيوهم ثمثم، كنت نحيوهم ثمثم. راح يعاودوا يولوا لكم باسكو ما تكونش لاباط تاعكم مريحه. وهنا جيت باش نقسم البقلاوه تاعي كيما راكم تشاهدوا بهذه الطريقه. فوالا انا كنت قسمتها كيما قلت لكم على 20. هذه هي، قلت لكم نجيب هذه. كنت حنقسمها بهذه، من بعد ما ساعدتنيش وليت قسمت بالموس، خير وخير. قسمت 20 حبة يعني مع لي شيت هذوك، راكم تعرفوا البقلاوة تخرج لي شيت. مي يعني كي تقسموا هكذا كارية مربعات ما راح تخرج لكم لي شيت بزاف كيما كديروها مقروطات، يعني ما راح تاكل لكم بزاف لي شيت. هذه هي. من بعد ما نقسمها كامل كيما راكم تشاهدوا، راح نجيب السمن ونزيد ندهن الوجه تاعي مليح. الوجه لازم ندهنوه باش يدي لا كولور تكون شابه. مي كيما وصيتكم نعاود نقول لكم، كي تكونوا تدهنوا طبقه وطبقه ما تكثروش بزاف باش ما تجيكمش بقلاوه تاعكم ميدومه ومزيته. هذه هي. بعد ما نكمل ندهنها كامله راح نزيد نخليها ترتاح لي 21 دقيقه. وانا كنت شعلت الكوشه تاعي ولا الفرن تاعي يسخن لي 40 دقيقه من قبل. كيما نعرفوا البقلاوه تحب الفرن يكون سخون مليح مليح، انا كنت شعلته لها من قبل على 200 درجه. كي سخن لي مليح، شوفوا كي ندخلها راح نقص لها على 150 درجه. علاش نقصوا لها؟ باش يطيبوا لنا كامل الطبقات وما تبقى لناش خضره. تدي لكم في الطياب تاعها من ساعة ونص حتى لساعتين. انا كانت دات لي ساعة ونص بالضبط، وعلى حسب درجة حرارة الفرن. بعد ما تشوفوها بدات تحمر لكم من الفوق ومن لي كوتي، طفوا عليها من التحت وتشعلوا لها باش تتحمر من الفوق. تخلوها تتحمر وتخرجوها كيما راكم تشاهدوا وهي سخونة. نعسلوها مباشرة بالحسل. ادات لي يعني تقريبا كيلو، فوالا يعني كيلو ناقص شوية، ما اداتش الكيلو كامل. نعسلها جيدا. من بعد راح نغطيوها بالالومنيوم. شوفوا قبل ما نغطيها بالالومنيوم راح نجيب موس ونعاود شغل نقطعها باش هذاك الحسل يدخل لي بين الاطراف كامل ويدخل مليح مليح في البقلاوه تاعنا. يعني هذه هي. شوفوا ما تكثرولهاش الحسل يعني فوق اللازم باش ما تجيكمش ايضا معسله هذيك اللي معسله بزاف. انا هكذا دات لي قلت لكم كيلو او 800 غرام. المهم يعني هكذا جاتني هايله وجات معسله القلب، يعني هذيك هي، ما جاتش معسله فوق الحد تاعها. من بعد كيما قلت لكم نغطيها بالالومنيوم ونخليها تبات ليله كامله باش نرجع ليها ونقسمها ونزينها. هذه هي. وبعد ما نولي ليها كيما راكم تشاهدوا انا كنت رايحه نزينها، يعني حبات زينتهم بالجوز. راح نلصق انا المكسرات تاعي بالجلوكوز يعني باش يشدوا لي مليح. انا وريت لكم كيفاش تجي محمره من تحت وتجي ما شاء الله. عندي هنا الجلوكوز والمكسرات، هنا كنت زينتهم. حبات درت فيهم الجوز، حبات درت فيهم نوات كاجو بيستاش ولوز، درت فيهم ثاني ورد الشوش، درت لافيدا. يعني التزيين دائما يبقى اختياري ويرجع ليكم، كل وحده وكيفاش تحب تزين، كل وحده واش يكون متوفر عندها في المنزل. كيما نقول لكم دائما ما تكلفوش رواحكم، جود من الموجود. الحاجه اللي تكون عندكم اخدموا بها. شوفوا كيف جات، بسم الله ما شاء الله. هذاك الحشو وهذيك الريحه، واش نقول لكم وشاهدكم في الجنه ان شاء الله يا ربي. ديروا البقلاوه بهذا الطريقة اللي راني مديتها لكم واعتمدوها، يعني راح تولي تجيكم ما شاء الله وتحتمدوها في كامل اعيادكم ومناسباتكم. وفي الاعراس تبعكم راه جاي الصيف وتديروا بهذا البقلاوه حاله. المهم ودوك تشوفوها معايا في صحن التقديم وفي الشكل تاعها النهائي. هاي ليكم هنا بعد ما وضعتها في لي كيسات ولي نابخون وكملتها كامل، جات ما شاء الله. انا كنت نصور معاكم. هذه هي الوصفة تاعنا تاع البقلاوة، وشاهدكم في الجنة ان شاء الله يا ربي. ونتمنى انكم تحضروها وما تنسوش اذا جربتوها تبعثوا لي تطبيقاتكم في الانستغرام تاعي لي ديليس دو دولا. مرحبا بكم كامل. ودوكا بعد ما كملنا البقلاوة تاعنا راح نجوزو باش نحضروا المشوك الجزائري. يعني ونمدلكم كامل اسرار نجاح. وهنا كنت شاركت معكم العاني كونتيتي صغيره، مي انا كنت درت يعني كنت درت وزدت. فوالا باش نوري لكم يعني اللي حاب يدير غير بالكونتيتي صغيره. في ريسيبيون درت 125 غرام من الزبده اللي لازم تكون بدرجه حراره المطبخ. ضفت لها ربع كاس من السكر الخاشن، ضفت لها ايضا صفار بيضتين ونخلطهم مليح مليح جيدا كيما راكم تشاهدوا.
بهذه الطريقة. فوالا، غير باليد فقط، ما راح تحتاجوا الباتيغ كامل، باليد ولا الفوي. المهم من بعد راح نضيف هنا نص كاس تاع كاوكاو محمص ومرحي. بيكونش مرحي هذاك الرقيق كامل ومش خشين، يعني يكون بين وبين، فوالا، بصح ما يكونش خشين بزاف. نخلطهم ونضيف ايضا ربع كاس من الجلجلان محمص ومرحي، ونضيف ربع كاس من حلوة الترك. نخلطهم جيدا كما راكم تشاهدوا بهذه الطريقة. وبعدها راح نضيف مغرفة صغيرة تاع لافاني. المغرفة صغيرة تاع لافاني كنت ضفتها في الاول، وضفت ايضا الرشة تاع الملح او القرصة تاع الملح. هذا ما كان. بعد ما ضفت هذه المكونات راح نجيب الفارينة ونولي نضم في لاباط تاعي. راح نضيف لها ايضا كيس خميرة سمحوا لي نص كيس تاع خميرة الحلوى، لانه في 250 تاع الزبده اللي نديرو كيس خميره الحلويات. فوالا، ونبقى نضم فيها بالعقل. شوفوا البنيون تاعكم باش يجيكم ناجح، لاباط ما لازمش تكون يابسه. لازم شوفوا تكونوا تحركوا باليمنى تاعكم. اليسرى تكون هكذا نقيه وما تلصقش كامل. جيبوها وتوشيو لاباط تاعكم، راح تلقاوها شغل طريه. غير تلقاوها طريه وريت لكم القوام تاعها كيفاش يكون. تتوقفوا، ما تضيفوش الفارينه. المشوك ما راحش يدي لكم الفارينه بزاف. كيما قلت لكم نحتاجوا لاباط تكون طريه شويه. هنا راح نجيب باش نوزن الحبات التوعي. كل حبة راح ندير الوزن تاعها 30 غرام، وزنتهم انا في الميزان. واللي ما عندهاش الميزان عادي دير عينها هي ميزانها. تقدروا ديروهم 25 غرام ولا 30 غرام. من بعد راح نرمدهم في بياض البيض اللي كنا خليناه من صفر بيضتين اللي درناهم في الاول. البيض تاعي كنت درت له شويه لافاني، ويعني خلطته بالفرشيطه. من بعد نرمدوه في الكاوكاو اللي كنت انا يعني خليته هكذاك يقرمش شويه، يكون خشين شويه. حمصته شويه، ما نحبوش انا يبقى بيض. حمصته شوي يعني، ودرت له ورحيته في الخشين شوي. فوالا، نرمدو فيه. من بعد نوضع المشوك تاعي في الكيسات كيما راكم تشاهدوا. وضعت لهم حبه حبه كاوكاو، وراح ندخلهم يطيبوا لي على 180 درجه. ندخلهم يطيبوا على 180. كي ندخلهم للفرن يعني نقص له 150 ونخليهم يطيبوا لي مليح. كي نشوفوا يتحمر لي في الكوتي ان شاء الله يتحمر من الفوق، ونخرجوا. بعد ما نخرجوا وهو سخون نجيب الحسيله تاعي ونعسلو. كل حبه تاع المشوك ندير لها مغرفه كبيره تاع الحسيله. من بعد اذا لقيتوه شرب لكم شويه زيدوا شويه. كيما انا لقيته شرب لي هذيك الحسيله شويه، مالا كنت يعني زدت له شويه. فوالا، هذه هي. هاي ليكم. نغطيه ايضا بالالومنيوم نخليه يتشرب لي. من بعد راح نولي ليه. كاين بعض الحبات ما كنتش درت لهم الكاوكاو، زينتهم بالكرز. كان عندي حبات قلال لانه ما لقيتش كامل، يعني حوست كامل يعني في بارتو يعني. الكرز يعني ما كان والو. الجزائر كامل دارت المشوك كيما قال لي مول الحانوت. المهم هذا هو المشوك تاعي في صحن التقديم. شاهدكم في الجنة، يجي معسل للقلب بواحد البنة. واش نقول لكم، ما شاء الله. نتمنى انكم تجربوا هذه الوصفة لانها تستاهل فمكم يذوقوها وتستاهل التجربة. وشاهدكم في الجنة ان شاء الله يا ربي. وعواشركم بالصحة والهنا، وكل عام وانتم بخير. وسنلتقي يعني في فيديو اخر ان شاء الله. دمتم في رعاية الله وحفظه. وما تنسوش اذا جربتوا اي وصفة من وصفاتي سمحوا لي تبحثوا لي تطبيقاتكم في الانستغرام تاعي. وما تنسوش عجبكم هذا الفيديو تخلوا لي جيم وكومنتير. ومع السلامة، باي باي، حفظوركم.